بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. اليوم كتير كان حلو، مشوار كان كتير حلو. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير لتستمتعوا بهالمشوار، واللي قريب من ولاية كوجلة أو بولاية كوجلة بنصحكم كتير تروحوا لهذا المشوار. أول شي سوينا فنجان قهوة وشربنا فنجان قهوة، وقررنا اليوم نروح لحمام السوق أو للحمام المياه الكبريتية اللي موجود بولاية كوجلة. بس قبل ما نروح اتلوضى بالغدا، نزلت جبت كوسة صغيرة. هون الأتراك ما بيبيعوا هيك الكوسة بهالحجم، جبتها من عند بقالية سورية. فرحت حفرناه هون وبلشت جهز الغدا. الكوسة بلبن لازم تكون شوي سميكة، مو مثل المحاشي، يعني شوي أسمك من المحاشي. وهون قليت بصلة، في ناس ما بيحطوا بصلة بس أنا بحب حط بصلة مع اللحمة مشان ادعم اللحمة يعني. وحطيت وقليت اللحمة، حطيت ملح وفلفل وبهارات مشكلة. وبعد منها حشيت الكوسة، وبعدين هلا عم حمي الزيت بدي اقليها. هلا في ناس بيقلوها قبل الحشي، في ناس بيقلوها بعد. انا لقيت اسهل بعد الحشي، وانا بساويها بطريقه تانية كانت يعني اسرع واسهل، اني انا بقطع الكوسه وبقليها وبعدين بحطها مع اللبن. بحط اللحمه والبصل وكله مع اللبن يعني، والكوسه مقطعه. بصراحه جوزي حب الكوسه هي مقطعه اكتر من هي وحشي، بس انا حبيت هيك غير او ساويها هيك على اصولها. اسمها يا كوسه بلبن يا شيخ المحشي، في ناس بيقولوا. وهون بعد ما خلصت حشي قليتهم. بده هيك ليصير تاخد اللون الذهبي. وانا بفورهم، في ناس ما بتفورهم. انا هي نفس الطنجره اللي قليت فيها اللحمه والبصل، حطيت لها كمان شويه ملح لان الكوسه بتجي هيك على حلاوه شوي. فحطيت لها شويه ملح وقليتهم. وهلا بلشت باللبن. انا بحب ساوي اللبن بالخلاط، اللي ما عنده خلاط في يعني يصفي اللبن هيك ينخله بالمنخله. حطيت انا شي 5 معالق نشا حسب كميه اللبن يلي عندكم. واللي اذا بتحبوه يطلع اللبن كريمي، يطلع اللبن طعمته اطيب واطيبين، فيكم تحطوا حليب بودره. انا والله ما حطيت، ما كان عندي. انا بحط بيضه كمان ما بتعطي زنخه، وبخلطهم منيح على الخلاط ليدوب النشا. يعني انا هي الطريقه لقيتها اظرف شي لطبخات اللبن، اني اخلط اللبن بالخلاط. أظرف حسيتها من إني هيك صفيه بالمصفاية يعني، أو أنخله نخل يعني. طبعا هلا إجت المرحلة الأصعب، مرحلة التحريك. هون كل ما بدي ساوي هيك أكلات شي بصير بندق الباب، شي بصير أولادي بدهم شي. فهلا الحمد لله اليوم ما قطعت سلسلة التحريك. انتو كيف تطبخوها؟ يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات كيف طريقة طبخكم. هون بعد ما غلى اللبن والسمك منيح، سقطت الكوسة. هلا إذا حسيتوا اللبن سميك فيكم تزيدوا شوية مي. وانتو كيف بتحبوا يعني، في ناس بتحب اللبن كتير سميك، في ناس بتحبه ما كتير سميك. هلا أنا هون حسيته شوي سميك، ضفت له شوية مي وبنخليه يغلي هو والكوسة تقريبا شي 5 دقايق. زاد عندي حشوة، فأنا ولادي ما بيحبوا ياكلوا الكوسة، بيحبوا يخلطوا لبن ورز، فبيحطوا اللبن ولحمة والرز. وانا يعني انا وجوزي وحماتي بناكل الكوسه، ما بيحبوا ولادي الكوسه. فانا بحب هي الطريقه اني بحط اللحمه باللبن يعني. هون صارت اكلتنا جاهزه وبدنا نتغدى مشان ننطلق نروح على حمام السوق، او الحمام المياه الكبريتيه، مسبح المياه الكبريتيه. وساويت قدام الكوسه بلبن رز وتغدينا. كنت بشتهيكم، طلعت كتير طيبه. انتو كيف طريقتكم؟ كل يعني من بيت لبيت بتختلف الطريقة، سبحان الله. وهيك خلصنا وجهزنا حالنا، وجهزت الأواعي وحملنا حالنا وطلعنا. حملنا حالنا، اكتبوا لي بالتعليقات شو يعني حملنا حالنا. كلمة سورية بحت. هون طلعنا كان الجو كتير حلو. الطريق أخد معنا وقت تقريبا شي نصف ساعة، يعني نص ساعة أخد معنا الطريق. هون قربنا، هي عم بصور لكم أول ما وصلنا يعني. فالطريق أخد منا وقت. اسمها جولجوك بلدية يازلك الجسر، يعني مسبح المياه المعدنية أو المياه الحارة تبع جولجوك. هو هاد تابع للبلدية يعني، حتى الأسعار الدخولية يعني رمزية جدا. صاير بمنطقة جبلية، هو هون تحت ينبوع حار في مياه كبريتية.
ما شاء الله. بتعرفوا إنه هذا المكان عمره أكتر من 2000 سنة. هذا أقدم مكان مياه كبريتية، أو أقدم مكان من العهد الروماني حتى قبل العثماني يعني. بس هون البلدية يعني أعادت ترميمه وظبطته واستغلت إنه هذا المكان مشان يكون للسياح وهيك. في هون فوائد المياه الكبريتية، بتعالج أمراض الجلد، الحب الشباب، الصدفية. حتى بتعالج هي المياه يعني آلام المفاصل يلي عنده روماتيزم. كتير كمان منيحة، كتير غنية بالمعادن وبالكبريت. ودرجة الحرارة تبع المياه لك هون قديش أثري المكان وقديش قديم. حتى في مغارات، هلا بقرب لكم الصورة. ليكوا شلون مكتوب بالجبل جولجوك بلدية سي يازلك الجسة، يعني المياه الحارة لمدينة جولجوك. فكتير مفيدة، كتير مفيدة. حلاوتها إنه في للولاد الصغار، يعني في لتحت عمر 5 سنين، يعني ممكن تفوتوا الولاد معكم. ليكوا هون شلون في مغارات. والله المكان كان جدا رائع، كتير حلو المكان. يعني أول الشي الباحة تبعه كتير حلو. فنحن اجينا هون وصلنا شي الساعة 8. نحن كنا آخر وجبة، يعني هلأ بتقعدوا بالمسبح ساعتين، فيكن تمددوا طبعا. يلي بيحب يمدد في يمدد، بس هو بيسكر على الساعة 10، يعني آخر وجبة الساعة 10. درجة حرارة المياه يعني تقريبا من 22 ل37 درجة، مقبولة يعني. الدخولية للكبار 300 وللأطفال 150، تحت ال5 ما بياخدوا. هون طبعا انا ممنوع صور، بس نحن كنا اخر وجبه هون عم يفضوا الجاكوزي وعم يشطفوا المسبح، بفضوه كله المسبح. انا حبيت صور لكم جوا الحمام، يعني في لسه لجوا الحمام بس ممنوع، يعني بالزور صورت لكم هدول من جوا. ليكوا قديش الحجر قديم، يعني مسبح قديشه اثري، عملكم عمره اكثر من 2000 سنه. يعني هي المياه هذا اللي ينبوع عمره اكثر من 2000 سنه. هون قسم النساء، بس طبعا كان هون نحن اخر الناس، يعني ما عاد في حدا، طلعوا الكل. هون في غرفه الساونا. طبعا قبل هون كان بيستعملوا هيك جلسات تصوير. هون قبل ما فيكم تفوتوا، كله بخار يعني، بس هلا كله انه فضوا البخار. هون في غرفة فيها كان جمر كمان حارة. طبعا هو عبارة عن قسم للرجال وقسم للنساء. ممنوع التصوير يعني ابدا، مستحيل. وقسم للعائلات، يعني اللي عائلة هي وجوزها واولادها فيها تاخد غرفة خصوصي، و يعني يستأجروا غرفة خصوصي. فكان كتير المكان يعني حلو. ليكوا قديشو أثري وقديشو قديم. كتير استمتعنا. بنصح عن جد الكل يجوا يزوروا هالمكان، منه لفائدة المياه ومنه لحلاوة المكان وجماله. هي أول ما منفوت من الباب من برا بعد ما طلعت من المسبح. طبعا عم قلكن نحن كنا آخر ناس، يعني قلعونا تقليع لحتى طلعنا آخر شي. فلذلك إنه قدرت صور لكم المسبح من جوا، وإلا ما ممنوع التصوير. حتى ما قدرت فوت لجوا على الحمام صور لأنه كانت الموظفة برا. وهيك طلعنا من المكان، كانت صارت الدنيا ليل، وكنت بشتهيكم بهالمشوار. طبعا خلصنا وطلعنا، كله كان جوعان بعد المسبح، مع انه يعني متغدين كنا، بس كله كان جوعان. فطلعنا من هون. ليكوا جمال المنظر بالليل، يعني على الواقع احلى بكتير من الكاميرا. فطلعنا رحنا اكلنا سندويش شاورما. وطلعنا كلياتنا اكلنا السندويش الشاورما. وهيك بيكون خلص مشوارنا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وإذا في أي ملاحظات أو انتقادات يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات لحتى أحسن منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.